اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي برضه هنعمل فطار. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل فطار خفيف ولذيذ كده وظريف ومش هياخد مننا وقت. وهي هعمل مكرونه اسباجيتي وهعمل كبده اسكندراني او كبده بالثوم. يعني الوصفات بسيطه خالص وسهله ومش هتاخد مننا وقت، فتعالوا نشوفوا هنعمل ايه. اول حاجه انا حاطه الميه على البوتاجاز بتغلي، وهناخد المكرونه بتاعتنا وهنسلقها. وطبعا كلنا عارفين سلق المكرونه، وهنعمل مكرونه اسباجيتي. نحط المكرونه الاول كده حبايبي. حطيت الميه والملح وحطيت المكرونه، وهسيب المكرونه بتاعتنا تستوي لحد ما نشوف هنعمل الكبده ازاي. عندي مكونات الكبده سهله وبسيطه. عندي دي معلقه توم هخليها للاخر خالص وهنشوف هنعمل بيها ايه. تمام. وعندي هنا فلفل وعندي توم. الفلفل بقى حسب الرغبه، فلفل حار فلفل بارد انت حره. عندي هنا شويه فلفل حلوين كده محترمين، لان الكبده بتحب الايه الفلفل. وعندي هنا التوم، وعندي كزبره وكمون وفلفل اسود وملح، بس ما فيش اكتر من كده. وعندي الكبده هتقولوا لي الكبده ما بتتغسلش يا جماعه. انا دي قناعه، فمعلش يعني انا بغسل الكبده عشان ريحه الزفاره، وان شاء الله ما فيش ريحه زفاره ولا حاجه. هنحط على الكبده بتاعتنا معلقه ايه طحينه. معلقه الطحينه دي بتنهي الزفاره خالص، ما بتخليش زفاره للكبده نهائي. عملتها اقلبها كده في معلقه الطحينه. احلى كبده هتاكلوها، يعني بصراحه احلى من بتاعه المحلات بره. وحاجه انت عاملاها بايديكي وعاملاها نظيفه ومتاكده منها وزي الفل. قلبت الكبده بتاعتي اهو في الطحينه وهسيبها. وتعالوا بقى بينا نروح على البوتاجاز عشان نشوف هنعمل ايه في الكبده بتاعتنا النهارده. هنا حطيت الطاسة أو الحلة زي ما انتي حابة، وهحط شوية زيت كده حلوين اهو. وهسيب الزيت يتقدح جامد، لازم اقدح الزيت جامد قوي كده. خلاص المكرونة بتاعتي اتسلقت. اصفي بقى المكرونة. وطبعا عملنا المكرونة مع بعض كذا مرة قبل كده. اسبك لها الطماطم واحط التوابل، ودي المكرونة كده. الزيت اتعمل وابتدي انزل بالكبده بتاعتي بقى، والزيت حامي كده شايفين اهو، بحيث الكبده تاخد صدمه اهو يا حبيبي. طبعا الطحينه بتشيل اي زفاره ممكن تبقى في الكبده. مفيش ريحه خالص ما شاء الله. الريحه دلوقتي هتبان كمان لما احط معاها الثوم والفلفل. قبل ما تتشوح خالص احط معاها الثوم والفلفل. احط الثوم الاول اهو، قطع الثوم حلوه الاول كده اهو. وهسيب الثوم يتشوح مع الكبده عشان يطلع لي الريحه اللي انا عاوزاها. طبعا دي ما بتاخدش تسويه كتير، بس انا عايزاها تتشبع بريحه الايه الثوم زي ما انتم شايفين كده اهو. بعد ما تتشبع من ريحه الثوم ابتدي احط الفلفل واشوحها برضو معاه شويه. هنزل بالتوابل بتاعتي، الفلفل الاسود والكزبره وشويه كمون. وبرضو الكمون من الحاجات اللي بتمنع اي زفاره ممكن تطلع من الكبده كده حبايبي اهو. خلاص كده ابتدي بقى احط الايه الفلفل. وزي ما قلنا الكبده بتحب الفلفل الكتير، ويعني انا ما بحطش فلفل حار عشان انا عندي الولاد ما بيحبوش الفلفل الحار. فحطينا الفلفل بارد. انت حابه تحطي بقى، في ناس بتحبها مشطشطه وجميله كده، مفيش مشكله خالص كده. خلاص اهو حطينا الفلفل.
طبعا مش هغطي عليها عشان انا مش عايزه فيها نسبه ميه خالص، وهسيبها لما تتشرب من بعضها، وبكده تكون الكبده بتاعتنا استوت. وفي تركايه في الاخر خالص هنعملها مع بعض وهوريها لكم، خليكم معايا. التركايه الاخيره بقى عندي هنا معلقه توم، ودي هطشها على الكبده. حط شويه زيت كده وحمر التومه، وبعد كده نحطها على الكبده بتاعتنا. كده هصفر التومه. الكبده عندي خلاص هنشوفها دلوقتي، وهصفر التومه عشان اطش الكبده بيها. كده خلاص الكبده زي ما انتم شايفين اهو. الريحه بقى مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي اهو. هنعمل التومه بقى، اصفر التومه وهطشها عليها كده حبايب قلبي. التومه زي ما انتم شايفين اهو، احطها على الكبده. وكده خلصنا الكبده بتاعتنا زي ما انتم شايفين. التركايه دي جربوها في الكبده هتطلع معاكم خطيره خطيره خطيره. كده خلصنا الكبده وهنعمل المكرونه، وانتظروني نشوف الاكل مع بعض. كده حبايب قلبي كان الفطار بتاعنا النهارده. عملنا المكرونه الاسباجيتي والسلطه والكبده بتاعتنا الجميله والمخلل، وده كان الفطار بتاع النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وفعلوا جرس حبايبي عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم دايما على خير يا رب.